في تحضيراته للمشاركة بمسابقة مستر انترناشونال في تايوان دعانا عبد الله لمرافقته وليحكي لنا عن مجال اهتمامه الغريب لمجتمعنا. أول شيء أنا بلشت يعني من هالشيء عندي عروض الأزياء وبشكل عام عالم الأزياء من وأنا صغير. أنا والدتي كانت تصمم أزياء، فدائما بقعد أنا أرسم جنبها، وهي هلا برجيكي معي موديلات جايبة، فكثير حابب هالمجال. وكان يعني بنفس الوقت الأسرة لهم دور كبير، يعني في أحيان أسر لا في عندهم قمع إنه ما بيخلوا الواحد تكبر موهبة، لا الحمد لله أنا أهلي نموا لي المواهب يعني. وحتى بتفاجئ بالمدرسة أو كلهم بيعرفوا إنه بدي يصير يا مصمم أزياء يا عارض أزياء من نحن صغار يعني. هذا شيء يعني عفوا كان شيء حتمي. المهم بعد ما كبرت الحمد لله يعني صار عندي المقاسات تخولني إنه أكون عارض أزياء على مستوى العالم، فالحمد لله بشكر الله على هالشيء. بصراحة أول مرة يعني دائما بجيب ثياب ماركات فبلبسها بحلي القطعة، يصير أنا بضيف شيء لللبس مو اللبس بيضيف لي. فصار إخواتي يقولوا ليش ما بصير عارض أزياء، ليش يعني؟ أنا كنت مركز بس على تصميم الأزياء، فصرت إنه درست الموضوع إنه في أعمل شيء بصراحة. فأول مرة عملت كاستنج بسامز ايجنسي، فانقبلت دغري. وعملنا فوتو سيشن، هي اول فوتو سيشن بحياتي، فكانت كثير مرتبه يعني حتى يعني لاقت نجاح. فبعد سامز ايجنسي قدمت لمسابقه عملتها الفاشن تي في بفرنسا، وبعدت فايلي هيك يعني ما كنت بصراحه متخيل انه رح يتطور الموضوع. ايه بعدت مقاسات جسمي صوري كموديل. بعدين اجتني دعوه حاطيني ممثل لسوريا، انه كل دوله اخذوا عارض ازياء واحد، فكنت انا اول ممثل لسوريا. فطبعا بدعم وزاره السياحه ودعم اهلي، دعم يعني كثير مرتب كان. رحت على مسابقه الفاشن تي في واخذت ثاني افضل عارض ازياء بالعالم، هي بال 2003. طبعا هذا الشيء فتح لي افاق بصراحه. صورت اول بوك احترافي مع مصور بفرنسا اسمه ميشيل جليك، معروف هنيك. صرت اخذ على الجو اكثر، صار لي علاقات بالوسط العالمي يعني لعروض الازياء. بمجتمعنا دائما في نفور من قصة عارض أزياء أو ملك جمال العالم كرجل، فهذا الشيء شو سبب لك؟ مثل ما قلت لك قبل انه مجتمع محافظ وهي امور طارئه وجديده عليه، فصعب يتقبلوا هالشيء. وبعدين انه غير انه صعب عليهم يتقبلوا، انا عم اعمل شيء لقدام، يعني ممكن بعد 20 سنه يتقبلوا الموضوع او يفهموا ليش انا سافرت. على فكره في كثير ناس انه بروح واتكرم برا وارجع بس ما بيعرفوا ليش، احيانا باركوا لي بس ما عارفين ليش. بس تعرفي نحن ببلادنا العربيه ما في احتراف، ما في عندنا اسابيع موضه، ما في عندنا مثلا يعني الاحتراف بمعناه الحقيقي، يعني نلمسه الاحتراف باوروبا اكثر شيء يعني. فما في مثلا عندنا عواصم موضه عالميه، عواصم الموضه هي لندن، باريس، ميلانو، نيويورك، فهدول يعني صاروا مراكز للموضه، فنحن لسه ما وصلنا لهالمستوى. نبدا نحكي عن مشاركاتك بانحاء العالم، كيف كان تقبل الناس لهذا الموضوع؟ من اول مسابقه عالميه رحت عليها هي بفرنسا، مسابقة الفاشن تي في اسمها موديل اووردز، فقدمت عليها. بعد يعني بعثوا عارضين من كل العالم، فأنا اختاروني ممثل لسوريا. كنت أول يعني شخص يمثل سوريا بحدث عالمي، واخذوا مقاسات جسمي والصور وهيك عارض احترافي وعملوا تصويت. فكمان انا الفتره الاولى احتليت المركز الاول، بعدين زادت اصوات المانيا فصرت المركز الثاني. وقف التصويت، بعدين بعثوا لي دعوه يعني للفاينل نايت، يعني حدث النهائي هناك. بعد ما جيت من فرنسا عملوا كمان هو انتخاب ملك جمال واناقه سوريا، كان اول مره. طبعا قدمت عليه، انا ما حسيت انه شيء قليل، انه بعضهم قالوا لي لا انت اخذ ثاني على العالم تيجي بتقدم بحدث محلي، قلت لهم لا خلوني كون جزء لانجاح الحدث، مع انه اول مره بيصير يعني. واذا انا يعني الفايد بهالمجال ما في
بهيك حدث فبتركها للناس العاديين، لا تخليني انه اشتغل عليه لينجح. قدموا 1700 شاب من كل المحافظات السوريه، وانا دخلت على هذا الحدث يعني كشخص عادي، ما اعتمدت على الشيء العام اللي قبل. فاختاروا 50 عارض، بعدين اختاروا 10 الفاينلز، عملوا تصويت كمان الحمد لله احتليت اكبر نسبه تصويت، جاني 50,000 صوت من كل المحافظات السوريه. وتوجت. بس هذا الحدث ما اخذ صدى اعلامي لانه كثير هوجم من قبل الصحافه انه كيف يعملوا انتخاب ملك جمال بسوريا يعني. فبعد ما اخذت بسوريا ملك جمال وناقه سوريا، رحت دعيت على الصين بحدث مانانز انترناشونال، فهنيك سافرت. كنت اول مره وهنيك كان ما بيعرفوا سوريا، قال لهم مستر سيريا، انه قالوا لي وين سوريا، انه وين سوريا. فكتير انه عانيت انا، عملوا لي شوك انه جاي من بلد ما بيعرفوها. فانا كنت حاسب الحساب، اخذ معي كتب بالانجليزي، صور، بروشورات عن سوريا، فوزعتها على قد ما قدرت يعني كنت مهمه سياحيه، ثقافيه، جماليه، فيك تقولي كل شيء. There's something about it. I gazed across the crowded room. My heart is spoken. I made the first move. There was no way to break the ice. This time was frozen. فمثل ما قلت لك جايب القاب، وهنيك بالصين لما سالوني كمان عن سوريا فكان بمؤتمر صحفي بيسالوا كل واحد عن دولته بده يحكي عنها، فاحيانا بيحرجونا باسئله يعني لازم نكون قدها، ولازم يكون عندنا ثقافه بلغاتهم، مو ثقافه بس بالعربي، لانه هنيك ما بيفهموا بالعربي. فسالوني عن سوريا، فانا في بيت شعر لشكسبير عملته على سوريا. We have eyes to wonder but like tongues to praise. قلت yes this is Syria, it's more than words. قلت انه لدينا اعين ترى وتشاهد الجمال ولكن يعجز اللسان عن الوصف. هي على بلدي سوريا. فانا كملت وقلت نعم هذه سوريا اكثر من الكلمات. كثير انبهروا انه شافوا في ثقافه عنا، قالوا لي انت خلقان برا او عايش برا سوريا؟ قلت لهم لا انا خلقان بسوريا ودارس بسوريا وطالع من سوريا. فغير انه لما جيت لهون مثلا متفاجئ انه خصوصا الصحافه الرسميه حاطين لك مثلا حاطين خبر صغير بلا صور. انا مع نوعات الصحفيين صور او مو يعني خبر خجول فيك تقولي. فما بعرف يعني هالشيء يعني انه اوكي شخص من بلدنا وعامل نجاح برا وكرم، يعني ما تتصوري مثلا انا بالصين بعد ما كرمت قديش وقعت بوسترات للناس، يعني تقريبا فوق 1000 شخص، قديش صورت مع عالم. اذا بتشوفي وهلا نعرض الصوره للمشاهدين انا كيف تناولتني الصحف بالصين، كيف تناولتني الصحف العالميه، كيف عملت تقرير لقناه CNN، طلعت تقريبا على كل التلفزيونات العالميه، التلفزيون السويدي الوطني، طلعت على التلفزيون الايطالي. لما رحت على اسطنبول مثل ما قلت لك كنت قلقان، بس كيف من فتت يعني انا هيك بسمع يحكوا بين بعضهم العارضين خصوصا الفرنسيين، قالوا من دخل مستر سيريا عرفانين انه ما رح ناخذ شيء. فانا عرفتي يعني قلت الحمد لله انا فايتين بقوه. فجبت هذا اللقب وانا اول عربي ياخذه الحمد لله. يعني لسه في عندي يعني هاجس اعمل شيء اكبر بصراحه، لانه بس حسيت انه انا نجحت بشيء رح افشل او رح اوقف. لا ما بيرضيني اي شيء بحققه بصراحه، دائما لازم حقق لقدام دائما. وهي الانسان بس صدق حاله شو عم يعمل بيوقف، لا بصراحه انا هي الامور كلها ماني مصدقها. يعني هلا عم بحكي معك وحاسس انه مو عامل شيء، لسه بدي لقدام. سوريا There's something about it. I gazed across the crowded room.